ازيك؟ حسين وفرح فين؟ ارتاحي، طمني، ولادك بخير. أنا عايزة أشوفهم. هتشوفيهم، بس ركزي معايا كده عشان ترجعي له. مش مطلوب منك بقى غير حاجة واحدة، كلمة لأ. أنا عايزك تنكري أي اتهام يتوجه لك. مثلا، هل بلغك إن أنت عندك ضبط وإحضار؟ لأ. هل سرقتي المركب؟ برضه لأ. هل المركب اتحرقت وهي تحت إيديكي؟ لأ. إجابة واحدة بس، لأ. اتفقنا؟ صالح، مؤاخذة يا رجالة. ما بتردش عليا ليه؟ ما عنديش كلام نقوله لك يا منى. يا سيدي مش لازم يبقى عندك كلام تقولهولي. رد عليا، سمعني صوتك، طمني عليك. أنا كويس. مبسوطة إن أنت نزلت تشتغل. الحمد لله. بس أنا سكتي لسه طويلة يا منى. وأنا هستناك. سكتك مش سكتي. يا سيدي أنا همشي معاك في السكة اللي أنت تختارها. مش عايز أعلقك معايا أكتر من كده يا بنت الناس. والظاهر كده أمك كان عندها حق إن أنا فعلا ما أنفعكيش. حقك عليا. حقك عليا على السنين اللي ضيعتيها معايا. أنا جاية لك لغاية عندك وبقول لك لو بتاخد ملاليم أنا عايزة أتجوزك. يا منى أنت حلم كبير أوي بالنسبة لي. بس أنا مش هعرف أعيش من غيرك. مش هعرف أنساك. لا هتنسيني. إن شاء الله ربنا يبعت لك اللي يستاهل ويهنيكي وتنسيني. صالح أنا بحب. والله العظيم وانا كمان عشان بحبك مش عايز اعلقك بيا اكتر من كده. خدي بالك من نفسك يا منى. خدي بالك من نفسك. بالاذن بقى عشان عندي شغل. إننا الآن أمام قضيتين يا سيادة القاضي، لكن لكي يتسنى لعدالتكم ابدأ بالأولى. القضية الأولى هي أن المتهمة قامت بسرقة المركب من الوصي الشرعي على مال القصر، ومش بس كده، قامت بتشغيل المركب دون حسيب أو رقيب. الشهود شهدوا بتطابق المركب مع المركب التي حجزته المتهم. والقضية الثانية؟ إتلاف مال الأسرة. اتفضل. سيادتك أنا عايزة أتكلم والنبي. هسمعك بعد السادة المحامين. لا ده سؤال واحد بس، مش هتكلم تاني خالص. هاتها. سيادتك أنا مش عارفة أما تاخدوا العيال هتعملوا معاهم إيه. أصل في حاجات تخصهم أنا بس اللي أعرفها،
ياسين لو صحي من النوم وما لقاش لمبة منورة بيتفزع، وبيفضل يومين ما بيعرفش ينام خالص، ولو كان ملوخية بطنه بتكركب قوي، وما بيحطش حاجة في بقه بقية اليوم. وأهم حاجة عنده الكورة، لأنه موهوب قوي فيها. يعني لو ما فيش حتى فلوس نجيب لعب عادية زي بتاعت بقية العيال، الكورة لازم نجيبها. وفرح متعبة شوية في النوم، بتحتاج صبر يعني ومناهدة، بعد كده بتنام عادي. مفيش حاجة بتهدلها المغص اللي في بطنها غير الكراوية اللي بعملها لها. أنا مش عارفة أنا بقول الكلام ده ليه دلوقتي، ولا أقوله لمين يعني، بس أنا عارفة إن حضراتكم اللي بتقولوا مين اللي يبقى واصي، فبقوله كده يعني عشان تبقوا عارفين وتقولوا له اللي هياخد باله من العيال. أنا والله حاولت أعمل كل اللي أنا أعرفه، بس هو عادل سابني بدري جوزي. ما كنتش عاملة حسابي ولا عمري فكرت في حاجة زي كده. مش عارفة أنا فيا غلط إيه الغلط اللي عملته، أنا مش عارفة. أنا بس قلت يعني لسيادتكم الحاجات دي عشان تعرفوها، عشان العيال. هتعملوا معاهم إيه؟ مين هيعرف الحاجات دي؟ الكلام اللي بتقوليه ده مش في القانون يا ست حنان، وانا بتكلم بالقانون بس. حد من الساده الاساتذه عايز يضيف اي حاجه؟ لا يا ست. لا يا ست. الحكم اخر الجلسه. بعد سماع المرافعه والمداوله قانونا، حكمت المحكمة بقبول استئناف المتهم شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ. تخرجي تلاقيني مستنيكي. أنا مش هفوت ولا زيارة، هتلاقيني عندك كل مرة. خلي بس بالك من فرح وياسين. ما تخافيش يا حبيبتي عليهم، دول في عينيا. اطمني، ياسين هيروح المدرسة ومش هخليه يعتب الورشة، ورحمة أبويا أي حاجة يحتاجوها أعملها له. جاي معاكي. استنى بس يا حبيبي، مش هينفع. مش هيبقى ابويا وامي. اسمعني يا حبيبي، اسمعني. حتى لو هم وافقوا انا مش هوافق انك تيجي. اختك محتاجه لك. انت دلوقتي هتبقى اخوها وابوها وامها، فاهمني؟ لا انا عايزه ولا لا؟